والبنات عزيزتي الغاليات، الكمبيوتر ديالنا او المربى الكرموس او التين جا ما شاء الله، جا عالمة. اذا عجبتكم الوصفة ناري ومواصفاتي ادخلوا قناتي واشتركوا لي، خلوا لي تعليق، خلوا لي جنب باش يوصلكم كل ما هو جديد. جا ما شاء الله، جا روعة، جا عالمة. شوفونا، غسلنا الكرموس ديالنا، غسلناه مسحناه، درناه في غيسيبيون، درنا عليه كيلو سكر، كيلو كرموس او تين، حبة ليمون، غطيناه بغطاء محكم، درناه في الثلاجة حتى باك ليلة كاملة. كي خرجناه تلقى الماء ديالو، زدنا له كوب من الماء ودرنا فيه كوكوطة او طنيجة تكون ثقيلة وخليناه يطيب على نار متوسطة. كي بدا يغلي حبيباتي نقصنا له النار وخليناه يطيب في غرضو باش العسيلة ديالو ما تكرملناش. شوفوا كي وين تطلع النار غير نحوها بالمغرفة، وين تطلع نحوها باش ما نخلوها، باش ما تفسدلناش الكونفيتور، وباش يضايلنا ويشدلنا مدة عام الى عامين الى 3 سنوات. اذا حبيتوه تخزنوه ديروا كيلو بكيلو، واذا حبيتو تاكلوه فما ما تخزنوش حبيباتي وما تخبوش، ديروا كيلو كرموس 750 غرام من السكر وحبة ليمون. هذا ما كان. اذا عجبتكم وصفاتنا اليوم وصفاتي ادخلوا قناتي واشتركوا لي، خلوا لي تعليق، خلوا لي اشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد. شهيتكم في الجنة بصحتكم وشهية طيبة. شوفوا حبيباتي عزيزتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير لاباس ومهنيين. اليوم جيتكم كيفية رائعة حبيباتي، كيفية يحبوها كامل الكبار والصغار. كيفية رائعة، معجون الكرموس او معجون التين اللي فيه فوائد كثيرة، فيه فيتامين دي. حبيباتي هذه الكيفية استغلوا الفرصة، رانا في الاواخر الفصل ديالو. شوفوا انا جبت كميه قليله، وانتم على حسب امكانياتكم تحبوا ديروا تكثروا او تكبروا الكميه. انا جبت رطل كرموس، غسلته نقيته، نحيت له الراس، رطل سكر وحبة ليمون، ونبيته ليلة كاملة في الثلاجة. كي يطلق الماء ديالو نزيد له كوب من الماء. حبيباتي هذه كيفية ناجحة 100%، جربوها ان شاء الله تعجبكم. حبيباتي عزيزتي الغاليات، بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. صلوا على محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. كيف هي بنينه ولذيذه وصحيه، خاصه فيها غنيه بالفيتامين د. خلينا نروح نشربوا ادويه كيميائيه وإحنا عندنا الكرموس في بلادنا ما شاء الله، رانا في فصله. ان شاء الله استغلوا الفرصه وديروا هذه الكيفيه. نديروها في لي تارت، ناكلوها بالخبز يكون محمر بالزبدة، نمدوها للأطفال خاصة في فصل الشتاء. بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. شوفوا بسم الله، شوفوا نديرو في غيسيبيون، نديرو رطل هكذا، رطل كرموس، ونزيدولو رطل سكر باش نخزنوه. نديرو رطل بطل او كيلو بكيلو. واذا حبيتو تاكلوه فم تنقصوها كمية السكر وحبة ليمون. شوفوا حبيباتي، دوك نعصرو هكذا حبة ليمون، نعصرو هكذا ونرمو القشور ونبيتوه ليلة كاملة في الثلاجة. معناتها نكملو الوصفة ديالنا. حبيباتي الغاليات عزيزاتي، شوفوا الكرموس اللي بيتناه في السكر ليلة كاملة في الثلاجة. شوفوا او طلق الماء ديالو. شوفوا انا وريت لكم، انا درت كيلو هنايا، كيلو تين او كرموس، كيلو سكر، ونديرلو كاس ماء. اذا درتو رطل ديروا رطل سكر، رطل تين او كرموس، ونص فنجان او نص كاس ماء، وحبة ليمون او حبة عقارص، العصير والقشور باش يجي فيه ريحه شابه. شوفوا نحركوه كل مره نحركوه باش يذوب لنا السكر. شوفوا وطلق الماء ديالو جا ما شاء الله. دوك شوفوا حبيباتي، نزيد له كاس تامه. انا درت لهنا كيلو سكر، كيلو تين او كرموس، وكاس ماء. دوك نحركو كامل، وندوك نديرو في الطنيجره تكون ثقيله، ونخلوه يطيب على نار متوسطه. كي نطيبوه شوفوا حبيباتي يجي ما شاء الله. هذا الكرموس او هذا المعجون تاع التين يجي ما شاء الله.
حبيباتي عزيزتي الغاليات، الكونفيتور او المربى درتو في طنيجره تكون ثقيله او كوكوطه. شوفوا درتو دوك درتو يطيب. كي نشوفوه يبدا يغلي نقصو النار، درتو على نار متوسطه. كي نشوفوه بدا يغلي نزيدو نقصو النار، نخلو على نار قليله باش ما يتحرقناش المربى او الكونفيتور، باش السكر ديالو ما يتوليش كراميل. شوفوا يطيب فيه غردو. كل مره نبداو نحركوه هكذا بهذه الطريقه. كي يبدا يغلي نحولو هذيك الرغوه هي اللي تفسد الكونفيتور. وين يغلي تطلع الرغوه نحول الرغوه حبيباتي، هي اللي تفسد الكونفيتور، ما تخليش الكونفيتور يشد لنا مده عام. بهذه الطريقه ديروا بهذه الطريقه حبيباتي تنجحوا في الوصفه. هذا الكونفيتور او المربى غني بالفيتامين د، استغلوا الفرصه وشروه وديروه. شوفوا حبيباتي راني نحركها وبدا يغلي لي. دوك هذه ننزع هذه الرغوه كامل هكا، ننزعها ونديرها في طبسي او في غرفيه، نحيها نرميها. شوفوا حبيباتي راه بدا يغلي لي. دوك غير يغلي انا نقص النار، خاطر درتو على نار متوسطه. دوك نزيدو نقصوا النار باش ما يتحرقناش ويطيب فيه غردو، وباش يقعد لنا هذا الكونفيتور يشد لنا او يضايلنا حتى حوالي عام. هكذا شوفوا حبيباتي ننزع هكذا ونرمي هذه الرغوه نرميها، مش مليحه اللي تفسد الكونفيتور. والبنات عزيزتي الغاليات حبيباتي، المربى ديالنا او الكونفيتور تاع الكرموس او التين يجي ما شاء الله وقريب يطيب. شوفوا وبدا يدير هذوك الفقاعات هادو هكذا كيما رانا نشوفوا. نحيت له كامل وين كانت تطلع لي الرغوه نحيتها كامل. هذيك الرغوه هي اللي تخسر المربى او الكونفيتور حبيباتي. باش تعرفوا بلي الكونفيتور او قريب يطيب كي يديروا الفقاعات. دوك نزيد له شويه حبيباتي بعض الدقائق ونطفي عليه نرحيه. انا نرحيه ما نخليهش، خاطر انا كنت قطعته قطع صغيره هكذا اللي يخليه حب اللي ما يرحيهش. انا دوك نرحيه ونخليه يبرد تماما، ما نغطيهش باش ما يطلقليش هذاك الندى، هذاك القطره تاع الندى هي اللي تخسر الكونفيتور او المربى، ما تخليهش يضاين او يشد لكم. شوفوا حبيباتي دوك نخليه يطيب، راهو قريب نحيه نخليه يبرد تماما. نرحيه نخليه يبرد، ما نعمره في القارورات يكونوا معقمين اللي كنا غسلناهم وعقمناهم ومسحناهم. نشوفوه بعد قليل في طبق التقديم. يا عزيزتي الغاليات الكونفيتور او المربى تاع الكرموس او التين او البخسيس تيجي ما شاء الله. ديروا بهذه الطريقه ديالي تنجح لكم الوصفه 100%. جبنا كيلو كرموس او كيلو بخسيس او كيلو تين، اما غسلناه مليح مسحناه، درناه في غيسيبيوم، درنا عليه كيلو سكر، كيلو بخسيس، حبه ليمون، غطيناه بغطاء محكم، درناهم في الثلاجه خليناه بات ليله كامله. من داك غدوه كي نخرجوه من الثلاجه تكون الطاقه ديالو نزيدو له كاسمه في كل كيلو كرموس كيلو سكر كاسمه. يجي ما شاء الله بهذه الطريقه. اذا عجبتكم الوصفه نهار اليوم وصفاتي دخلوا قناتي واشتركوا لي. اذا عجبتكم الوصفه دخلوا قناتي.